بدون ما تجمعي قشطة ولا تسيحي زبدة. السمن البلدي الأصلي المرمل بطعم وريحة زمان. الكيلو قدامك ب50 جنيه وهيخلي أكلك روعة. حماتي قالت لي يا بت مش نفسك كده في سمنة مفحفحة زي بتاعت زمان؟ قلت لها يا ريت يا حبيبتي. قالت لي مستنياكي وشايلها لك على رف التلاجة عشان نعملها مع بعض. يلا سمي الله، صلي على رسول الله، كمان شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع أصحابك. وفعلا اللهم بارك، لقيت حماتي مجمعه كده كميه كبيره من الدهنه، قلت لها اللهم بارك، إيه الخير ده يا ست الكل؟ قالت لي ده واحده صاحبتي دابحه وادتني كل الدهون بتاعتها، قالت لي ايه سيحي لي برطمان معاكي. صراحه البرطمان ده انا ما استغناش عنه في التلاجة، سواء ضاني او عجالي، لانه بيودي الاكل في حته تانية. والدهون اللي معانا دي كانت دهون عجالي، دهون بطن بقى على دهون كلاوي، كله مع بعضه. يعني انت بمنتهى البساطه عايزه تعملي زي كده، هتروحي عند الجزار هتجيبي منه دهنه كلاوي، دهن منديل بطن تخين، وهتبتدي تقطعيه وتسيحيه ويبقى عندك احلى سمنه بلدي. والله يا جماعه اصحاب الياعي كده يمتنعون، والناس اللي بتفهم في الاكل بس هم اللي هيحبوا الفيديو ده وهيعملوا زيه، لان ولاد بلدنا طول عمرهم بيعملوا كده، وبناخد افضل نتيجه واحلى اكل لما بنحط له معلقه الدهنه دي. بصي هي الدهنه الخفيفه شويه قطعتها بايديها، قالت لي طبعا اسهل من السكينه ومعاها حق، وابتدت تنظف الدهنه، اي حته غامقه اي حته فيها شغته كده او جلده بتبتدي تشيلها. بالنسبه بقى للمنديل التخين ده ابتدينا نقطعه بالسكينه، اسهل بكتير. شايفين قطع الدهن؟ والاسهل من ده كله ان انت لو هتشتري وانت عند الجزار خليه يفرمهولك بالمكنه بتاعته، هيتفرم معاكي سهل قوي وهيسيح بسرعه. شايفين بقى بعد ما قطعناه كله اللهم بارك ابيض وزي الفل، شلنا منه اي حتت غامقه واي حتت مش عاجبانا. والكميه دي كانت حوالي كده 5 كيلو، وابتدينا نرفعها على طول على النار. اول ما بتحطيها على نار كده بتبتدي تسلي معاكي، طبعا في الاول بيبقى فيه رغوه كده، ولا تشيليها ولا اي حاجه، هي هتهدى وتصفي كل حاجه. بصوا حماتي بقى ابتدت تضيف الملح، معلقتين كده كبار من الملح واحنا شغالين، وبعد ما خدت غلوتين على النار حطينا علبتين من الزبادي البلدي. يا تضيفي علبتين زبادي يا كوبايه من الحليب، وطبعا الكميه مش لازم كميه معينه، اي شويه حليب عندك، اي علبه زبادي عندك، طبعا حسب كميه الدهن اللي انت هتعمليها. طب ايه فايده الزبادي او الحليب؟ بصوا بيدينا كده ريحه السمنه البلدي، الزبادي ده هيرقد في الاخر وهيعمل مرته. كمان حماتي اوقات تعملها من غير اصلا اي اضافات بالدهنه بس، وهي كمان بتحبذ الطريقه اللي بدون زبادي او بدون لبن. بصوا بقى كل شويه تقليبه ونخلي بالنا عشان ما ياخدش مننا لون بسرعه. هو كده بقى وصل للون التمام، اول ما تلاقيه احمر معاكي كده هتشيليه بسرعه من على النار، مش عايزينه يحمر ولا ياخد لون زياده عن كده، كده مظبوط عشان السمنه بتاعتك تبقى فاتحه. شايفين يا جماعه والله العظيم ريحته تحفه. انا بشوف العجب العجاب اللي بتسلق الدهنه قبل ما تسيحها، واللي بتحط تفاح وقرفه انا مش عارفه هما بيطبخوا ايه، مش عارفه. الدهن طول عمرنا بنعمله بالطريقه دي وبناخد منه احسن نتيجه. دلوقتي بقى بتاخد الدهون دي او القشيم في المصفى وتبتدي تصفي منها كل الدهن السائل. هي بتعصره كويس قوي قوي، هوريكي كمان في الاخر، بس الاول نصطاد الدهنه كده. انا عايزه اقول لك شويه القشيم دول انا خدتهم وهوريكي في اخر الفيديو هحفظهم ازاي. بصي تاخدي منه كده معلقتين على الطماطم وحطيها على خلطة المحشي، الله. عايزة تطبخي بيه وتفرميه مفيش أي مشكلة. عايزة تحطي منه على عصاج لحمة مفرومة على شوية لحمة بالبصل، والله العظيم بيخلي الطعم تحفة. وأنا طبعا بقول إن دي دهون حيوانية ومش رأيي الشخصي، الدهون الحيوانية أفيد بكتير من السمنة المهدرجة اللي معظم الناس بتستخدمها. وانت ما تيجي تاخدي مش هتاخدي كل الكمية مرة واحدة، انت هتاخدي على أكلتك معلقة أو اتنين، يعني الدهون اللي الجسم محتاجها. خدتوا بالكم بقى الاضافه اللي هي حطيتها اللي هتخلي السمنه بتاعتنا مرمله؟ وهو الزيت. يبقى عندك كده شويه زيت ذره حلوين، وكميه الزيت اللي حطيتهم على ال4 كيلو دهنه يعني حوالي لتر. الزيت طبعا بيخلي السمنه مرمله ما تجمدش معانا لما نيجي نستخدمها. عايزه تضيفي زيت براحتك، مش عايزه برضو حاجه ترجع لك. وبنضيف زيت الذره في الاخر خالص لما بتصفي القشيم من السمنه بتاعتنا. بصوا بقى اتفرجوا، دهب دهب اللهم بارك، ولا الريحه والله العظيم بدون اي زفاره بدون اي حاجه. بس انت بس اتاكدي كده من المكان اللي انت هتجيبي منه الدهون عشان تبقى ايه نظيفه وحلوه معاكي بالشكل ده. نسيت كمان اقولك انها غسلت الدهنه دي كويس جدا قبل ما قطعتها في الحله، يعني لازم تغسليها من اي شوائب موجوده فيها. مش قادره اوصف لكم الريحه. بصوا يا جماعة الخير، أنا دايما أحب أجرب قبل ما أقول لأ على الحاجة، يعني ما تقوليش لأ ويع والدهنة وهنموت، لا يا جماعة مفيش الكلام ده، ما احنا لازم لينا حصة يومية من الدهون. وطبعا الناس اللي عندها كوليسترول بتحاسب زي ما قلت لك، احنا ما بناخدش كل الكمية مرة واحدة، يعني مش هنحط البطرمان كله في أكلة، يعني أنت بتاخدي على قد الطبخة اللي بتعمليها.
اتفرجوا بقى، طبعا انا لما روحت البيت عندي حطيتهم في برطمانات، واللهم بارك، عايزه اوريكي الجمال لما الدهنه بردت. سمنه بلدي والله ريحتها تحفه ولا فيها اي زفاره. زي ما قلت لك اضافه الزيت هي اللي بتخليها سايله كده ومرمله. مش عايزه تضيفي الزيت وتخليها طبيعيه 100% بدون حيوانيه فقط، برضو حاجه ترجع لك. اللهم بارك بقى. تعالي نشوف شويه القشيم دول. انا جبت علبه وفضيت الكيس كده، وهبتدي احفظها في التلاجة. زي ما قلت لك خلطه محشي، طبخه لحمه مفرومه، لحمه بالبصل، وبرضه هتاخدي معلقه، يعني ما تخافيش والله العظيم هتزود لك الطعم. دهنه بقى حيواني، دهنه ضاني، اللي انت عايزاه. بس انا النهارده عملت العجالي، تحفه تحفه، وان شاء الله لازم تجربيها. واكيد في ستات كتير زيي بيحبوا يعملوا الطريقه دي. حبايب قلبي، اتمنى تكون عجبتكم. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.